تومي روبنسون تم احتجازه في مطار هيثرو بتهمة مزعومة تتعلق بالإرهاب. جريمته الحقيقية هي كشف الحقائق عن العصابات والهجرة غير الشرعية وفتح المآسي اللي بتحصل في الوقت اللي الحكومة بتحاول تخبيها عن الناس. إيه اللي هيحصل لو بقيتي رئيسة وزراء بكرة؟ إيه الحاجات اللي هتغيريها؟ أنا هوقف الإسلام، همنع التمويل الأجنبي يدخل البلد دي، كل المهاجرين هيتشالوا من الفنادق ويتبعتوا يرجعوا بكرة عن طريق الجيش. أنت منين؟ شكرا يا فندم. تومي روبنسون اتقبض عليه لأنه على حسب كلام المملكة المتحدة هو إرهابي وتهديد كبير لشعب إنجلترا. وطبعا ده بيجي في نفس الوقت اللي إنجلترا أعلنت فيه إنها بتحاول تمنع السوشيال ميديا عن اللي أقل من 16 سنة، لأن فجأة على عكس إصابات الاستغلال الجنسي بقوا مهتمين يحموا أولادهم. بس هم مش بيمنع تطبيق اسمه بلو سكاي اللي هو تطبيق سياسي لليسار. أيوة هيمنعوا إكس عن الأطفال لأنه ميال أكتر لليمين ولأن الناس فعلا بتشارك آرائها الحقيقية عليه، لكن بلو سكاي مش هيمنعوا وهم مستعدين يقبضوا على تومي روبنسون كإرهابي. يلا ندخل بالتفاصيل. أهلا بكم في برنامج بوشباك، أنا ميركا مقدمتكم. اتأكدوا أنكم تدوسوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس وتدوسوا على الفيديو وتعملوا كل الحاجات دي لأنكم دلوقتي بقوا جزء من حركتنا للمقاومة، وده بيبدأ بأننا نفضح الجنون اللي في القبض على تومي. زي ما هو كتب هنا يوم 13 يونيو أنا بقيت إرهابي تاني. اتحجزت في مطار هيثرو النهاردة وقعدت محتجز تقريبا 3 ساعات. اتحبست تحت البند 3 من قانون مكافحة الإرهاب وأمن الحدود لسنة 2019. الشرطة أخذت موبايلي، يعني نرجع لنفس الدوامة تاني. واضح إن في مصاريف دفاع ومحكمة تاني يا جماعة. أسفة، الموضوع جنين فعلا. لو سمحتوا ساعدوني في جمع تبرعات لصندوق الدفاع القانوني بتاعي هنا. على فكرة معلومة لطيفة، إيلون ماسك كان واحد من الناس اللي دعموا تومي روبنسون واللي دلوقتي بقى تريليونير، صح؟ هو دعم تومي روبنسون في كتير من معاركه القانونية ضد النظام اللي بيحاول يسكت تومي روبنسون. وإحنا هنا علشان نتكلم عن ليه هم بيكرهوا تومي روبنسون بالشكل ده. هو القسم 3 للناس اللي مش عارفة. المادة الثالثة هي تهمة إرهاب تحت قانون الأمن لسنة 2019، وبيعمل جريمة جديدة وهي تحضير لارتكاب فعل بيعرض حياة الناس للخطر باستخدام متفجرات. فهم لسبب ما شايفين إن عندهم دليل إنه بيخطط لاستخدام متفجرات، وده غريب لأنه في الأساس شخصية سياسية أكتر. الشخص بيرتكب جريمة لو حضر لفعل أو شارك في سلوك يعد تحضيرا لفعل بيعرض حياة الناس للخطر. الفعل ده بيشمل استخدام متفجرات. الشخص ناوي يعمل كده عشان هدف سياسي أو ديني أو أيديولوجي أو هدف مشابه. فعلا مثير للاهتمام. نعرف المتفجرات اللي هم فاكرين إن تومي روبنسون ناوي يستخدمها إلا لو لسانه متفجر لدرجة إنهم شايفين ده مشكلة، وإحنا عارفين في المملكة المتحدة إنهم فعلا بيعملوا كده. فإيمي ميك اللي لازم كلكم تكونوا عارفينها هي اللي بتدير المنظمة الرائعة دي اسمها رير، واللي كشفت كتير عن سيطرة الأمريكان على الأسلمة. كتبت الكلام ده. النظام البريطاني احتجز تومي روبنسون بموجب قانون مكافحة الإرهاب وهو في مطار هيثرو امبارح، وأخذوا تليفوناته زي ما بيعملوا مع المجرمين العاديين، وكل ده عشان يستهدفوا شخص بيقول الحقيقة، مش لأنه إرهابي لكن لأن الراجل الشجاع الوحيد اللي قدر يكشف عن جماعات الأسلمة والعصابات اللي بتستذل البنات البريطانيات وبتغتصب آلاف منهم، والطبقة السياسية المكرفة اللي بتغطي على الوحوش دول وبتحميهم وبتخون ولادهم، وكمان عايزين ياخدوا كل ما عرفوا. هم عايزين يسكتوا الشبكة اللي بتحارب علشان الأبرياء. معلومة لطيفة، تومي روبنسون فعلا بيتابعني على إكس، وده أنا بشوفه شرف كبير جدا. تاني، أنا مش متفقة مع كل حاجة الراجل ده بيعملها، بس حقيقة إنه مستعد يضحي بكل حاجة علشان يحارب الاستيلاء ده. دي حاجة أعتقد إننا كلنا لازم ندعمها ونقدرها. بس هو فعلا بيضحي حتى لو مش بحياته، يعني رغم إني متوقع إنه بيجيله تهديدات بالقتل كل يوم من الإسلاميين، بس هو بيضحي بجودة حياته. بيتقبض عليه، بيتحبس، قعد في السجن، وهكذا وهكذا. كل الناس لازم تعرف دلوقتي إن جبناء اللي مسكين تومي بيفتشوا في تليفونه، عندهم اتصال مباشر بينا كلنا اللي رافضين نسكت. هما بيأملوا يقروا كل رسالة، خصوصا رسائلي اللي بقول فيهم عليهم إنهم حسالة. هما خونة بيساعدوا وبيشاركوا في تدمير البنات الصغيرين وبلدهم وكل حاجة محترمة. باعوا نفسهم عشان السلطة والفلوس وأصوات الإسلاميين. تومي بطل لبريطانيا والغرب، وقفوا معاه. الحقيقة مش هتتمنع، ودي رسالة تحذير للمحافظين الأمريكان. ما ينفعش تسافروا بريطانيا تاني، بقت مش آمنة لينا. أنا رفضت كل الدعوات للكلام هناك. أنا مؤمنة أني لو رحت هناك ممكن أقتل. دي صورة لإيمي وتومي، بس تعالوا نشوف شوية تفاصيل أكتر عن اللي حصل. للناس اللي مش عارفة مين هو تومي روبنسون، أظن الفيديو ده هيوضح لكم
هو بيمثل إيه؟ إيه اللي هيحصل لو بقيتي رئيسة وزراء بكرة؟ هتغيري إيه؟ انا هوقف الاسلام. انا هوقف التمويل الاجنبي اللي داخل البلد دي، وكل المهاجرين هيتشالوا من الفنادق وبيترحلوا لبلادهم بكره على طول عن طريق الجيش. انا هعكس الوضع وهعمل هجره عكسيه. جه الوقت ان كتير من المسلمين يسيبوا البلد دي لو مش هيبقوا شبه الناس هنا. جه الوقت يرجعوا بلدهم. انتوا عندكم بيوتكم ترجعوا ليها، دي بلدنا وما لناش مكان نروح له. احنا مش هنسمح يتغير اكتر من كده. انت شفت النهارده؟ الناس زهقت يا راجل، الناس زهقت. اسكت. طيب، هو ده تقريبا اللي بيمثله. وبرضه الناس شايفاه عنصري ويميني متطرف. ولازم أقول إنه لحد من 20-25 سنة فاتت كنت ممكن أعتبره كده برضه. ياه، ده كلام تقيل جدا. أنت بتقول إيه؟ مع إني كنت مش فاكرة إني كنت اتولدت وقتها أصلا. بس مش مهم، ده موضوع تاني لوقت تاني. اللي مش قادرة أصدقه في الموضوع ده إن دلوقتي لما بتسمع الكلام ده فعلا بتحس إنه منطقي جدا. منطقي جدا، لأن موضوع الإسلاميين ده ما بقاش عن الحريات الدينية أو إننا نكون طيبين مع زي ما تقول الهنود اللطفاء اللي جايين يحاولوا يشتغلوا ويعيشوا في بريطانيا. الموضوع هنا عن غزو واستيلاء، وعن إن الحكومات مش بتعمل الصح عشان توقف ده، وكمان فلوس الناس نفسها بتروح للحاجات دي. فكرة إن فلوسنا كدفاعي ضرايب بتدفع للجنون ده، دي حاجة مش قادرة استوعبها. وده اللي تومي روبنسون بيدافع عنه، وفي ناس بتحب ده وناس بتكرهه. وكمان هو شخصية قوية جدا، بس هو من النوع اللي فعلا مش عايز تتورط معاه. انت مين؟ شكرا يا باشا. راكبه وقولي لو جه ورايا. هو فعلا بيعصبني يا صاحبي. حلو إني أقدر أتكلم معاكي. طبعا حلو يا صاحبي، ورينا هتعمل ايه. انت جالك 10 فرص هنا يا جامد. ايوه يلا جرب كده، ما ترفعش ايدك كده. تروي انا واقف هنا قدامك. اللي بحبه في الموضوع ده إن عادة لما حد بيتتبع بيبقى قلقان وبيقول لا حد بيتبعني، لكن هو كان عادي شايفهم بيتبعوه فبيقول لهم ليه ما تجوش تهاجموني دلوقتي؟ انت مش عايز تهاجم توم روبنسون ببساطة، انت مش عايز تضربه، انت فعلا مش عايز تضربه. وكمان مش بس هيخليك شخص مشهور عشان اعتديت عليه، ده كمان قوي وقادر ومش بيخاف يتراجع. بس دي شخصيته، هو مش بيخاف يتراجع. وعشان كده كان غريب شوية من المملكة المتحدة إنها تفتكر إنها تقدر تحتجزه وإن الموضوع هيعدي بهدوء، لأن مفيش أي فرصة إن تومي روبنسون يتحتجز تحت قانون مكافحة الإرهاب، اللي معناه إنه ممكن يكون بدرجة معينة بيستخدم متفجرات. كان هيحصل من غير ما حد ياخد باله أو يتكلم عن الموضوع. الوضع في المملكة المتحدة مرعب. صح، احتجاز تومي روبنسون مؤشر على اللي بيحصل بالمملكة المتحدة. تومي روبنسون اتقبض عليه في مطار هيثرو بتهمة الإرهاب المزعومة. جريمته الحقيقية أنه كشف الحقائق عن الإصابات والهجرة غير الشرعية وفتح المآسي اللي بتحصل والحكومة بتحاول تخبيها عن الناس. عارف إيه؟ دلوقتي أنا حاسة إن عندنا ثقة زايدة شوية، وبقينا متأكدين إننا بنسمع حكايات من زمان عن إزاي الحكومات كانت بتحاول تقمع الناس وما كانتش بتسمح لهم يقولوا اللي عايزينه، وكل شوية كان بيطلع بطل يعمل حاجة ويقاوم وبعدين يتعدم. وإحنا بقينا مصدقين إن ده خلاص مش بيحصل دلوقتي، وإن ده مستحيل يحصل في الزمن ده. وبعدين تلاقي حد زي تومي روبنسون اللي كل اللي بيعمله إنه بيقول الحقائق وبيشارك المعلومات وبيتقبض عليه وبيحاولوا يسكتوه، وفجأة بتفهم إننا ما تغيرناش ولا خرجنا من اللي كنا فيه. إحنا بس في عصر جديد ومختلف لنفس الحاجات بالظبط. ولما تحاول تواجه حكومة مش بتحبك وعندها سلطة كبيرة هيعملوا أي حاجة عشان يسكتوك. هو عنده الجرأة يسأل أسئلة ويطالب الناس اللي في السلطة بالمحاسبة. إحنا المحافظين بيتعرض لنا للاضطهاد. هم بيحاولوا يمنعونا ويستبعدونا ويسكتونا. هم بينزقوا فينا تهم زي العنصرية أو الفاشية عشان يقللوا مننا ويشوهوا سمعتنا. لازم نقاوم الاستبداد، كفاية. الديمقراطية بتتعرض لهجوم. مرة تانية مش هقدر أقول كده بالظبط، لسه شايفة إن عندنا ديمقراطية، يعني إحنا في نظام ديمقراطي، بس الأمور بتتحرك بسرعة في اتجاه لو ما وقفناش هيستمروا ياخدوا من حقوقنا أكتر وأكتر. صح؟ ففي بوست من الإدارة تومي طلب مني أوصل رسالة يعتذر فيها لكل الناس في المملكة المتحدة علشان هو إرهابي. ده فعلا بوست ممتاز بالنيابة عنه، فواضح إن حد ماسك حسابه على إكس لأن تليفوني اتاخد منه. تومي طلب مني أوصل رسالة
يعتذر فيها لكل الناس في المملكة المتحدة علشان هو إرهابي. يا له من مستفز، فعلا مستفز على الآخر. للتذكير، تامي روبنسون بيتكلم عن المواضيع دي من زمان. الإسلام دين الفتوحات، دي رسالته، ده اللي بيحاول يوريه للناس كلها. وهو كان في جولة في أمريكا صح؟ يعني شاف اللي بيحصل في المملكة المتحدة، شاف اللي حصل في بريطانيا وأيرلندا وكده، وهو بيقول أمريكا اصحي اصحي، حان وقت إننا نفوق. المملكة المتحدة هتبقى دولة أغلبها مسلمين في 20 سنة الجاية 1000%. وهي بالفعل كده، في الوقت اللي المسيحيين بيجهضوا أطفالهم وبيقتلوا أطفالهم وبيخلوا أولادهم يبقوا مثليين وشواذ، وبعدين بيحاولوا ياخدوا بقية الشباب اللي قدروا يهربوا من الإجهاض، هم بيغيروا جنسهم وبيقطعوا وبيشوهوا أجزاء من جسمهم. الإسلام بينتشر زي الفيروس. رحت لندن ستان قريب، ودلوقتي أكتر اسم بيتسمى به الأطفال في لندن هو محمد، وأكتر اسم بيتسمى به الأطفال في دبلن إيه؟ محمد. أكتر حاجة، شوفي، الحاجة المثيرة في الموضوع ده إننا دلوقتي عارفين إن تشارلي كوك اتعدم بسبب آرائه. هو حرفياً اتصفى قدام الناس، اتعدم، اتقتل. وتومي روبنسون مش بيتراجع، هو مش بيتراجع حتى بعد ما شاف اللي حصل للناس اللي عندهم نفس نوع الرسائل. ولسه قريب عمل مسيرة ضخمة جدا في بريطانيا عشان في ناس كتير بتدعمه، وكانت مشهورة جدا. واحنا اتكلمنا عن الموضوع ده كتير، ازاي بريطانيا تقريبا منعت المعلقين اليمينيين من حضور الحدث ده، وقالوا لهم انتوا ايه كانت الجملة بالضبط؟ مش خطر على مجتمعنا، تهديد للنقاش المدني او حاجة زي كده. ممكن ادور على الكلمات بالضبط. في الحقيقة المفروض اعمل كده. ثانية واحدة، مش مفيد للصالح العام. دي كانت الجملة بالضبط، انت مش مفيد للصالح العام. وبرضو ده تذكير انهم في نفس الوقت بيحاولوا يتأكدوا ان الصالح العام آمن وكويس. هم بيمنعوا تويتر اكس للأطفال أقل من 16 سنة، في حظر على السوشيال ميديا، بس مش بيمنع بلو سكاي. دلوقتي أنا فعلا مع منع الأطفال أقل من 16 سنة من استخدام أي نوع من السوشيال ميديا. أنا شايفة أن السوشيال ميديا فعلا شيطان بحد ذاته. أنا شايفة أن التكنولوجيا شيطان، والأطفال ما ينفعش يتعرضوا ليها خالص. وأيوة، لحد ما يبقى عندك 16 أو 18 سنة ما ينفعش تتعرض للتكنولوجيا. مش كويسة لعينيك، مش كويسة لمخك، مش كويسة لصحتك النفسية، مش كويسة لمهاراتك الاجتماعية، مش كويسة لأي حاجة. ما ينفعش يكون عندك تكنولوجيا. بس لو هتبدأ تمنع السوشيال ميديا، ليه مش بتمنع بلو سكاي؟ وبلو سكاي للناس اللي مش عارفة، وده مش إعلان خالص، هو منصة أخبار يسارية تماما. هي زي إكس بس لليساريين، ماشي؟ وهم هنا بيدفعوا بأجندات سياسية سيئة جدا، وده احنا عارفينه أصلا، ومع ذلك مش بيمنعوها عن اللي عندهم 16 سنة. يعني المملكة المتحدة بتروج للموضوع ده كله. تومي روبنسون مش مفيد للصالح العام، هو تهديد إرهابي، واحنا مش واخدين بالنا من عصابات الاستدراج والاستغلال الجنسي اللي هو بينبه عليها. واحنا بنمنع وسائل التواصل الاجتماعي دي علشان هي سيئة جدا للأقل من 16 سنة. بس الآراء اليمينية بس هي اللي سيئة عليهم، مش الآراء اليسارية. كله سياسة، كل ده بدافع سياسي من شوية ناس مرعوبين إنهم هينكشفوا. بس للأسف بالنسبة لهم هم فعلا انكشفوا، وقوتهم بقت محدودة، والناس بقت قادرة تشوف إيه اللي بيحصل. وكل ما بنمشي لقدام بنبقى أكتر وأكتر مجموعة من الناس اللي مش عنصريين. إحنا مش متطرفين، إحنا في الحقيقة عقلانيين جدا، وإحنا فعلا شايفين إيه اللي بيحصل. عايز تقول إن اللي أقل من 16 سنة ما ينفعش يكون عندهم تكنولوجيا؟ أكيد أنا معاك. عايز تقول إن الإرهاب وحش لبلدك؟ أكيد أنا معاك. بس ما تقررش إن هنا ينفع وهناك لأ. ما تقررش إنك تسمح لإرهابيين حقيقيين ومهاجرين حقيقيين يدخلوا من غير أي حدود، وكمان تمولهم. بس لما يكون في ناس بتواجهك بالحقيقة دي تقول عليهم هم الإرهابيين، ده ما ينفعش، ده مش مقبول. وده يا أصدقائي السبب اللي يخلينا لازم نقف ضد ده. شكرا لاهتمامكم بالموضوع.